يا صباح السعادة والسكر الزيادة، يا مساء التفاح والبال المرتاح، يا مساء الأناناس على أجمل ناس عندي هنا في قصر الملكة تفاح. والحلوة خوخة اللي جاية بعد دوخة، منورينا يا حلوين. ما عملتش حاجة معاكم من زمان. طبعا احنا طالعين من العيد وكحك العيد والشوكولاتات وحلويات رمضان والدنيا كلها بايظة معانا. فانا قلت اعمل شوية كوسة كده ني في ني، حاجة بسيطة. معلش مكنتش عارفة اظبط الكاميرا لاني كنت بشتغل بايد وماسكة التليفون بايد. فدي كوسة عملتها شوية بصلة وقرن فلفل وحمص وملح وفلفل وكوسة ني في ني من غير اي سمنة ومن غير اي دهون. وكنت سلقت اللحمة نص سوا وكملتها مع الكوسة، احط كله مع بعض وكده بيتشوحوا مع بعض. وهحط عليهم الصلصة تتسبك وبعدين هحطها في الفرن. طبعا دي اكلة خفيفة ومن غير ما احط سمنة ولا حاجة. كله مع بعضه كده ني في ني بعد الازمات اللي احنا كنا فيها طول رمضان والعيد. كل سنة وانتوا طيبين يا حلوين، ويا رب الاكلة دي تكون خفيفة وتعجبكم. انا عارفة طبعا ان انتوا كلكم اساتذة واحسن مني بكتير، بس انا بشارك معاكم طريقتي، يمكن حد ما يعرفهاش يعمل زيي. بس انا بحب اعمل الاكل ني في ني، مش بحب اسبكه يعني واقليله بصله وكلام من ده. دي الصلصه بقى اما حطيتها على الكوسه وهتتسبك كويس وزودها شويه شوربه كده، مفيش سمنه خالص، كله مع بعضه مستوي مع بعضه في الصينيه. وبعدين هدخلها الفرن تتحمر وتبقى ناشفه مع شويه رز على شعريه، حاجه كده خفيفه ومن غير دهون خالص. يا رب تعجبكم وتشتركوا معانا في القناة ويعجبكم أفكارنا اللي بنقدمها أنا ومرات أخويا ويانا يا مرات أخويا. يا ترى الكوسة بتاعتي أحلى ولا بتاعتك يا ست خوخة؟ طبعا ملكة تفاحة. خوخة مين بس يا ستي؟ انتي وهي يا ست الكل يا حلوة. دي صينية الكوسة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. يا فرحة مرات اخويا فيا، كل اللحمة اتحرقت. لا يا حبيبتي يا خوخة ما اتحرقتش ولا حاجة، ده زي السكر وجميلة وناشفة وحلوة. انا بقى بحب كلها بالمعلقة كده من غير رز ومن غير اي حاجة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.